ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم في فيديوهاتي، بس هحاول اظبط ده الفتره الجايه. النهارده انا جايه اكلمكم عن الاير فراير بتاعت كينود دي، الاكس اكس لارج. 5.5 لتر، في منها الاصغر. تعالوا اوريكم من جوه. اول ما بنفتح العلبة بنلاقي زي اعلان كده لكينود. العجان بتاعها هو تحفة جدا بكل الملحقات بتاعته. آه بنصح اي حد يجيبه. كمان بنلاقي الكتيب ده حلو جدا. هو احلى حاجة في الموضوع الكتيب اللي هم بعتينه يعني مع الاير فراير. حلو جدا جدا. في الوصفة كاملة، ودرجات الحرارة ودرجة التسوية وكل حاجة. يعني الأكلات كلها اللي ممكن تفكري تعمليها في الأول موجودة في الكتيب ده. كمان بيجي معاها الدليل اللي هو بيبقى مكتوب كل حاجة بقى تستخدميها ازاي، طريقة تنظيفها، درجات الحرارة اللي ممكن تستعمليها فيها. كل حاجة بتبقى موجودة في الدليل ده. ده القلاية كبيرة، سوري مش عارفة اطلعها، ثواني اطلعها. ده شكل القلاية، محتاجة مطبخ كبير. بيجي معاها اول حاجة بيبقى موجود فيها 7 برامج، يعني معدة للطهي دايركت من غير ما انتي تظبطي اي تايمر او اي درجة حرارة ولا اي حاجة. كمان ده اول حاجة بتدوسي على زرار الباور، وبعد كده درجات الحرارة دي بتبتدي من اول 80 درجة لغاية 200، بتزيد كل 5 ثواني متهيألي. هنا بتعلي التايمر، وهنا بتعلي درجة الحرارة وتوطي، يعني كل السهمين دول ودول لدرجة الحرارة والتانيين للتايمر. كمان المروحة بتظهر عندك لما بتشتغل بتنور، والنقطة دي بتنور احمر لما بتشغليها، يعني السخان بيشتغل. بيعرفك ان السخان اشتغل من النقطة الصغيرة اللي في نص المروحة، بتنور احمر كده تعرفي ان هي اشتغلت معاكي على طول. كده انا بفتح بوريكم الباسكت بتاعها. هو حجمه حلو جدا. يعني اكتر حاجة حلوة في الاير فراير دي حجم الباسكت بتاعها تحفة. بس برضو احنا كل ده لسه بنتكلم في مميزاتها. ده شكل القلاية من جوه. هي بلاستيك من جوه، وفوق السخان زي ما انتم شايفين والمروحة. ده انا كنت لسه جايبة الاير فراير دي، والصراحة يا جماعة ما عجبتنيش، يعني رجعتها. حسيت ان الماتيريال بتاعتها مش حلوة. اول مرة في حياتي ما يعجبنيش حاجة من كنود. انا بجيب حاجة كنود وانا مغمضة. بجد انا مش عارفة ازاي انا يعني بتكلم عن الاير فراير بتاعتهم كده، بس بجد طلعت مش حلوة خالص زي ما انا كنت متوقعة. كنت جايباها وكنت واثقة ان انا يعني هبقى جايبة حاجة بيرفكت، بس الصراحة ما عجبتنيش خالص. بسبب اول حاجة اسم كينود من فوق. هي حاجة تافهة ممكن لبعض الناس، بس بالنسبة لي انا مهمة. معلش ما كنتش جايبة حاجة براند وفي الاخر الاقي مع الاستخدام الاسم بتاعها اتمسح كده، بقت بالنسبة لي مجهولة الهوية يعني. طبعا كنود الشكل بتاعها مميز ومعروفة وكده، بس برضو انا ما بحبش خالص البراندات اللي الاسم بتاعها يعني اللوجو بتاعها كده بيتمسح بسهولة مع الاستخدام وكده. وبعدين ده جهاز موجود دايما معايا وقاعد معايا فترة كبيرة، مش حاجة مثلا هستخدمها فترة وخلاص. كمان حاجة كمان ما عجبتنيش فيها ان هي من جوه بلاستيك. من جوه بلاستيك دي يعني
مش هتقدري تنضفيها، طريقة تنظيفها هتبقى صعبة. وكمان مش يعني في بعض الاوقات خلاص بقى انتي استخدمتيها كتير وكده، هتلاقي ان هي مش بتنضف بسهولة وتراكم عليها الدهون بسبب حاجة، ان الاير فراير ما ينفعش تنضفيها وهي سخنة، لازم تستني اما تبرد. فطبيعي اي حاجة لما تبقى لسه سخنة الدهون بتبقى سهل ان انتي تشيليها، غير بعد كده لما تبرد وتبتدي تنضفيها مش هتلاقيها بتنضف معاكي على طول. ولو نطفت مرة في التانية اكيد هتبقى سايبة حاجات بعد كده مش هتنضف بالطريقة اللي ترضيكي. كمان الفتحات دي بتبقى وحشة جدا في التنظيف بعد كده، بتتراكم برضو في الدهون في الاجزاء من جوه كده بتاعتها. طب النقط اللي من تحت دي في اي قلاية طبعا علشان يعني التسوية تبقى فوق وتحت زي دوران كده، فليها حلول كتير جدا ان انتي تحطي ورق زبدة او في حاجات كمان سيليكون بتتباع بتتحط. اما اللي في الجوانب دي مع الاستخدام كتير مش هتنضف بسهولة. بلس كمان ان في حد كذا حد جابوها ولقوا فيها ان هي بتتقشر بعد وقت من الاستخدام. وفي حد كمان كان الباسكت اتكسر منه، فلما جم يغيروه شفتوا الحلة بتاعتها نفسها طبعا من بره سودا، لا لما جم يغيروها لها غيروها بحلة تانية بلون الابيض بتاعه. فتخيلوا بقى ان الاير فراير من بره سودا وجزء منها ابيض، يعني تحسي ان انت مركبة حاجة في حاجة غلط، يعني دول مش بتوع بعض. فدي حاجة ضايقتني جدا من كينود. اتمنى ان هم يظبطوا يعني يعدلوا من الاير فراير عندهم، لان هم ماركة كبيرة وليها اسم، وانا بحب منتجاتهم جدا. كل حاجاتي او معظمها من كينود وبثق فيهم جدا. ما كنتش حابة ان ده يكون يعني الغلط عندهم. يا رب يكون الريفيو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس.